يوم تكلمت عن خطافة الرجال أنا هنا ما بريت الرجل، أنا هنا ما قلت إنه هو ملاكم بريء ولا هو بزر عشان يضحك عليه في الكلمتين ويخطف. بس المثل يقول لك ما في دخان بدون نار. فهذا المقطع موجه حق كل جاحد قاعد يهايط بالمرجلة لما تكون انت نكرة ولا تسوى شيء في سوق الرجال، وتجيك بنت الأصول تتحمل قرفك، تتحمل عيشتك، تتحمل فقرك، ويوم ربي يفتحها عليك وتصير عندك قروشات في جيبك، أول شيء تغيره ما حتغير بيتك ولا حتغير عفشك ولا حتغير نفسية زوجتك برحلة. أول شيء حتغيره هي حتغير الزوجة الأولى، ويوم تتزوج عليها حتقول إن الشرع محل الأربعة، هذه حفظناها. لعن أبو إبليسك يا شيخ، الشرع حل الأربع للرجال الصناديد مو لرخوم الجاحدين. تشوف إن بعض الرجال الرخوم ينسى إن لولا الله ثم بركة صبر هذه الحرمة معاه في فقره ما كان دحين يشوفونه معاه قرش في جيبه. تشوف في لمحة عين يرمي تاريخ كفاحه كله في الزبالة وياخذ الصحة والمال اللي ربي أعطاه بسبة دعاها له، يروح يجيب له حرمة جديدة. ما يقهرني إلا الرجل اللي عايش فيه بوجهين في بيته، ياكل من طبخ زوجته وتشوفها متحملة قرفه وكل ذا في سجودها تدعي له، وهو من ورا ظهرها شغال غسل وتخطيط ويسحب في الليالي زي الحرامية عشان يملك ويتزوج عليها. هذه ندالة عيني عينك وقلة أصل إنك تكسر أمان حرمة نامت وهي مصدقة إنك سندها. تشوف إن اسم الله عليه يتذكر آيات القرآن في الإفراش والعرس، ولكن لما تجي الهرجة على عدل في النفقة والمبيت والرحمة بعيالك تقلب سبحان الله حمار شغل ما تفهم ولا شيء. أول ما تحط رجلك في بيتك الجديد تقطع المصروف عن الأولين ويصير بيتك الأول قحط ونكد، وتمر على عيالك كأنك فاعل خير قاعد تصدق عليهم. نسيت أن النبي قال إن اللي ما يقدر يجي يوم القيامة وشقه مايل ومفضوح قدام الخلايق. الوجع اللي أنت خليته في قلب أم عيالك ما هو بس عشانك تزوجت، إلا هو القرف والاستغفال إنك استغفلته، إنها كانت عايشة مع إنسان تحت سقف واحد تؤمنوا على سرها وعمرها، وآخر شيء تكتشف إنه كان ممثل بار قاعد يلعب بذيله من وراء الشاشات وهي غافلين لكم الله. ترى هذه الحركات تموت الأمان في قلب الحرم. فهذه الرسالة حق كل رخمة جاحد اللي يقول إن أنا ما كان تزوجت لو هي ما أهملتني ويطلع ألف عذر وعيب في حرمته. تحسب إنك ذكي بالحركة هذه، قدرت تلعب على زوجتك وتعرس من وراها وتطلع دحين تبري فعلتك بآيات ربي. البيوت اللي تبني على أنقاض قهر بنات الناس وحرقة قلب أم عيالك اللي وقفت معاك يوم كنت نكرة ولا تسوى في سوق الرجال شيء، أقسم بالله ما حتدخلها البركة ولا حتشم فيها راحة البال، وينتهي القرش اللي جرى في يدك ببركة صبر حرمتك الأولى. هتلتفت ما تلاقي حولك غير النكد والندم. وعروسة الغفلة اللي انت طاير فيها واللي مسترخص كرامتك عشانها ذحين، هذه أول واحدة حترميك في الزبالة يوم تنتهي المصلحة. وقتها بس حتعرف إن اللي فرطت فيها كانت جوهرة. وصلت؟